عارفين البرجر الصيامي مسموح بيه في الصيام ولا لا؟ اول ما الصوم بتبتدي تظهر معاه اكلات المفروض انها فطاري، ولكنها بتاخد شكل صيامي، وبتكون معموله من مواد زي فول الصويا، وبتاخد نفس شكل الاكل الفطاري، ومنها مثلا البرجر الصيامي. والحقيقه هي ان الصوم هو انك تتحكم في نفسك وتمتنع عن حاجات كتير المفروض انها بتتحكم فينا، ونبتدي خلال فتره الصوم اننا نقرب من ربنا اكتر. وده معناه اننا ما نلجاش للاكلات دي، لان بكده بيكون الصوم ملوش فايده وما وصلناش لهدف الصوم الحقيقي، وهو اننا نسيطر على الشهوات ونتحكم فيها. وكمان الاكلات دي مش بتكون مفيده، والمواد المعموله منها لو دخلت جسمنا بشكل كبير ممكن تسبب لنا مشاكل صحيه. فالصوم هو التحكم في الشهوات، وهي فرصه جميله جدا ربنا بيبعتها لنا علشان نعيش اجمل فترات ونقدر نقرب من ربنا اكتر. وبنعمة ربنا خلوة بودكاست دلوقتي بتعلن انها بقت جنبكم في كل حياتكم، حتى في شغلكم، وهتساعد اي حد صاحب شغل سواء كان اونلاين او اوفلاين، ومهما كان مكانك في العالم، انك تزود مبيعاتك والعملاء بتوعك، وهتساعدكم انكم تعملوا ماركتنج وبراندنج يليق بشغلكم ويزود العملاء والمبيعات بتاعتكم عن طريق ايكو ماركتنج، واللي بسببها عملاء كتير غيروا حياتهم النهارده. تقدروا تبعتوا لنا على الرقم ده او تبعتوا على اي منصة. خلوة بودكاست معاك دايما.